لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تصدق من هي زوجة الشيخ عبد الرحمن السديس الذي أخفاها عن الجميع، وهو رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام الذي أعلن الآن عن زوجته الذي يخفيها عن الجميع. فزوجة عبد الرحمن السديس تختفي عن الأضواء في الفترة الماضية وعن الأنظار تماما. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، ويعرف بالسديس، هو رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف. ولد في البكيرية بمنطقة القصيم عام 1379، وهو من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، وتمكن من حفظ القرآن الكريم ولم يكن يبلغ من العمر 12 عاما، وهو الآن يبلغ من العمر 63 سنة. وزوجته التي يخفيها هي معروفة جدا بالسعودية ومسؤولة كبيرة، وهي فهد علي رؤوف التي يخفيها عن الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.